سلام الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واتم الصحه والعافيه يا رب. ما يمكنش تكون شي مناسبه ولا ذكرى ولا عيد وما نحضرش هاد الحلوه هذه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله. حلوه ديال التمر ولا المعمول ديال التمر اللي كتجي لذيذه واكثر من رائعه، كتوجد بسرعه ومكوناتها جد بسيطه. انا الصراحه كتعجبني في جميع المناسبات كنحضرها وكتعجب حتى بنياتي، سبق لي وشاركتها معكم بواحد الطريقه مختلفه. شوفوا ما شاء الله، غادي نقطع معكم حبه، شوفوا القوام ديالها كيف كيجي. كتجي معلكه وهشيشه، كتذوب في اليد قبل من الفم، رائعه جدا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. واللي مازال ما حضرتش الحلوه تنوض تحضر هاد الحليوه، راه كتعجب الكبار والصغار. كتجي هشيشه كيف كتشوفوا معايا، لذيذه. وقبل ما نبدا معكم الفيديو كيف العاده غادي نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين. وبسم الله على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله في المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه كناخد التمر. انا خديت الجود. هاد التمر هذا كيتباع جاهز، ممكن تاخدوا التمر تحيدوا ليه العظام وتفوروه حتى هو كيجي رائع جدا. انا كنشوف السهل والسريع. خديت هاد التمر، البواطه فيها كيلو والكميه كتبقى اختياريه. من بعد موضع التمر كنوضع الزنجلان اللي كنكون غسلاه منقياه ومحمراه في الفرن، وكنضيف معلقه كبيره ديال الزبده. الزنجلان كيبقى اختياري، تضيفوا الكميه اللي بغيتو، تقريبا انا ضفت واحد الكاس عامر. ضفت قطرات من روح الزهر وواحد المعلقه صغيره من القرفه. كنسم بها التمر ديالي وكنغربلها بطبيعه الحال باش ما كيهبطوش ليا دوك العويدات. وكنبدا نخلط المكونات كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه لروح الزهر ما كيجريش ليا العجين، داكشي علاش اعتمدتو في هاد الحشوه هادي. الا بغيتو ديروا ما زهر ممكن، ولكن غادي يجري لكم الخليط. هذا هو القوام ديال التمر. من بعد ما كنخلط العناصر جيدا كنستعن بالقليل من الزيت وكنجمع به التمر بهذا الشكل اللي موضح لكم في الصوره، وغادي نوضعه في واحد البول اخر. انا هاد التمر حضرته بالليل ولا غد ليه عاد بديت كنحضر الحلوه. حيدت عليا الحشوه بالليل، غطيتها بالسلوفان ووضعتها جانبا ما كيوقع ليه حتى حاجه. ودابا غادي نحضر معكم العجينه اللي كنحتاج فيها 250 غرام ديال الزبده. كنضيف ليها كاس ديال السكر كلاصي وواحد رشيشه ديال الملح، وكنخدم ديك الزبده مع السكر كلاصي حتى كتولي بشكل بوماد كيف لاحظتوا معايا. كنضيف ليها كاس ديال الزيت ونص كاس ديال ما زهر يكون نوعيه جيده، وكنخلط العناصر حتى كتنسجم لي المكونات كيف ما كتلاحظوا. كنضيف الدقيق اخر مرحله، كنكون مغربلاه، وواحد الخماره وزن 8 غرام. الدقيق كنبدا نضيفه تدريجيا حتى كنحصل على عجينه رطبه ما كتلتصقش باليدين. والقوام ديال العجين غادي نوضحه لكم في الصوره، ما كيكونش قاصح وما كيكونش رطب، كيكون بهذا الشكل هذا كيف لاحظتوا معايا، ما كتلتصقش باليدين وكيكون العجين رطيطب كيف كتشوفوا معايا اخواتي. الملمس ديالو رطب باش كتسهل علينا في تشكيل الحلوه. كنغطي العجينه بالسلوفان، كنوضعها جانبا، وكناخد الحشوه ديال التمر اللي حضرت معاكم. شوفوا ما شاء الله كيف كتصبح، ما كتلتصقش باليدين. كنبدا نشكل منها واحد الكويرات على حساب المرشم اللي غادي نوريكم، اللي غادي نستخدم واللي غادي نشكل به الحليوه ديال المعمول ديال التمر. كيف قلت لكم اخواتي، سبق لي وشاركت معكم حلوه التمر بطريقه اخرى مختلفه على هاد الطريقه اللي غادي نشارك معكم. الصراحه هاد الطريقه سهله وسريعه التحضير. كنكور التمر كامل كيف ما غادي تلاحظوا معايا باش كنسهل عليا العمليه. وهذا هو المرشم اللي غادي نشارك به الحلوه معكم. من بعد ما كنكور التمر اللي عندي كناخذ العجين بنفس الطريقه، كنكورو كويرات يكونوا كبر من الكويرات ديال التمر كيف قلت لكم على حسب المرشم. انا جربت وحده الصراحه ما وزنتش الكره، المهم
عينكم ميزانكم، غادي تجربوا في الطابع وغادي تتبعوا على داك القياس. الطريقه كيف كتشوفوا معايا اخواتي راه جد سهله وبسيطه. كنكوروا التمر كامل وكنكوروا العجين كامل وكنسهلوا علينا المهمه. كتحضر بسرعه هاد الحلوه، ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. من بعد ما كنكور العجين اللي عندي كنبسطو بالكف ديال يدي بهذا الشكل هذا، وكنوضع كره ديال التمر في وسط العجين وكنلويها بهذا الشكل هذا. طريقه واضحه. وكناخد طابع وكنضغط عليه بهذا الشكل هذا وكيتحيد معنا بكل سهوله. بالنسبه للكره كنديرها في الدقيق باش ما كتلتصقش ليا بالمرشم. شوفوا كناخد كويره ديال العجين كنبسطو بالاصابع ديال يدي وكنوضع فيه كويره ديال التمر. بطبيعه الحال الكره ديال التمر كتكون صغر من الكره ديال العجين، وكنوضعها في الدقيق وكنضغط عليها بداك المرشم وكتحيد بكل سهوله. كتجي بهذا الشكل هذا. غادي نزيد نجرب معكم كويرات اخرين باش تشوفوا الطريقه بكل وضوح. كنتمنى ان شاء الله الشرح يكون واضح. الطريقه راه جد سهله وبسيطه وما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. شوفوا اخواتي كناخذ كره كنضغط عليها بالاصابع ديال يدي وكنوضع فيها كويره ديال التمر وكنلويها بهذا الشكل هذا. دابا غادي نلوي جميع الكرات بهذا الشكل هذا باش كنسهل عليا المهمه. ومني كنبدا نطبع كنطبع دقه واحده. كنستمر بهذه العمليه وانتم كيبقى لكم الاختيار تشكلوا بحبه بحبه ولا كيف ما حبيتوا. المهم هذه طريقتي ديال التحضير. كنتمنى ان شاء الله تعتمدوها. راه كتجي سهله وسريعه وكتوجد الحلوه بسرعه وكتربحوا الوقت. وإلا وصلتوا لهنا ما تنساونيش من واحد اللايك فضلا وليس امرا باش الفيديو يقترحوا لي اليوتيوب ويتشاف عند الناس. كنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجعوني. انا مريضه ونتدرت هذه الحلوه باش نشاركها معكم. الصراحه كتجي رائعه جدا كتستحق التجربه. شوفوا اخواتي من بعد ما كنكور الكويرات كاملين كنوضعهم في الدقيق وكنبدا نضغط عليهم بالمرشم بهذا الشكل هذا. شاركت معكم طريقه في بدايه الفيديو، هذه طريقه اخرى. كنتمنى ان شاء الله الشرح يكون واضح اخواتي. كيف لاحظتوا معايا كنوضع الكويره في الدقيق من بعد كنضغط عليها بالمرشم وكندفع المرشم بيدي وكتنزل الحلوه بكل سهوله. طريقه جد سهله وبسيطه وما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. من بعد ما كنبدا نشكل في الحليوات كناخذ طاوه كنرشها بشويه ديال الدقيق. الصراحه ما كتلتصقش، واخا ما ترشوهاش بالدقيق ما كتلتصقش الحلوه. المهم كنرشها بشويه ديال الدقيق وكنقاد فيها الحليوه ديالي وكنستمر بنفس العمليه حتى كنكمل كميه العجين اللي عندي. وكنوضع الحليوه في الفرن كنسخنو من قبل. وبالنسبه لطريقه الطهي كنوضع الحليوه في الفرن كنشعل عليها من الاسفل فقط حتى كتاخذ اللون الذهبي. عاد كنشعل عليها من الوجه ديالها وكتجي محمره مذهبه لذيذه كيف ما غادي تلاحظوا معايا. وهذا هو الشكل ديال الحليوه من بعد ما ساليتها. الصراحه سهله وسريعه كيف ما شفتوا ما كتاخذش منا بزاف ديال الوقت. ومن بعد ما كتحمر ليا في الفرن كتجيني بهذا الشكل هذا كتجي مذهبه واللون موحد. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. انا متاكده باللي غادي تنال الاعجاب ديالكم. وكنخليها تبرد وعلى ما تبرد ليا كناخذ السكر كلاصي كنغربلو وكنوضعو في واحد البول وكنبدا نفند الحليوه ديالي بهذا الشكل هذا. الصراحه انا كتعجبني انا وبنياتي بهذه الطريقه. كنفندها مزيان في السكر كلاصي. ممكن ديروا ليها واحد رشه خفيفه ولا ممكن تخليوها بلا سكر. كتجي الحلاوه هي هذيك بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه بزاف. انا الصراحه كتعجبني بهذا الشكل انا وبنياتي. وشاركت معكم الطريقه ديال التحضير ديالها كيف ما كنبغيها.
وكنتمنى الطريقه تنال اعجابكم، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم. مكوناتها جد بسيطه وكتوجد بسرعه وكتعجب الكبار والصغار كيف قلت لكم اخواتي. وكيجي الشكل ديالها كيف غتلاحظوا معايا، كيجي راقي وغزال، صراحه كتشهي. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعاتكم وتعاليقكم الزوينه المحفزه اللي كتفرحني. والمصداقيه الوصفه غادي نجرب معكم هاد الحبه ديال المعمول ديال التمر. شوفوا ما شاء الله اخواتي، كتذوب في اليد قبل من الفم، كتجي معلكه وهشيشه والمذاق ولا اروع. صراحه كتستحق التجربه، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الفيديو ديالي وصل للنهايه، وما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا فراسكم. الى فيديو قادم واقتراح جديد ووصفه اخرى باذن الله. مع السلامه.